هلا بشكل عام هي من التنتين، فاهم كيف؟ من الشغلتين، انه خلص عندك انه انت من جوات قلبك هيك بتحب تغني لوطنك، بتحب تغني لكل الاوطان، بتحب، لانه شوفوا موضوع حساس بالذات. نعم. كثير ناس متغربين، وكثير ناس نفسهم يرجعوا اوطانهم، كثير ناس نفسه يشوف وطنه لو مره بحياته، بس هيك كلمه من بعيد. ف والاداره طبعا بتحب انه خلص، بتقول لك مثلا انه بيجي مثلا ابو الوليد بقول لك انا بدي اغنيه للوطن، فاهم كيف؟ يا سلام. خلص اضرب لي اغنيه للوطن. كويس. كويس. فهمت كيف؟ فشيء حلو انك تغني الوطن، شيء حلو انك تغني لبلدك يعني. صديقتنا معانا من السعوديه غدير من السعوديه، تاخرنا عليك يا غدير. معاك محمد بشار، تفضلي اسالي عن هذا الكليب. تفضل محمد. يلا مين معنا؟ غدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا غدير؟ طيب الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. كم عمرك يا غدير؟ ايش؟ كم عمرك؟ عمري 11 سنة. 11 سنة، والعمر كله لك يا رب التوفيق والنجاح. غدير، سؤال الحلقة اللي حيطلعوا لك اياه على الشاشة هلا، شو اجابته؟ اللي هو اي من التالية ليست من الفواكه؟ هل هي الطماطم ولا الموز ولا السبانخ ولا شو؟ السبانخ ولا السبانخ؟ مش عارف السبانخ شو؟ ما هو انا يلا يا غدير. ما سألته المفروض تحفظه يعني. لا، ما انا بدي انت تفهمني كيف. غدير معانا؟ فهمت. غدير، يلا يا غدير. غدير معنا يا شباب في الكنترول. طيب نشكرك يا غدير، نشكر اتصالك معنا. محمد، هذا التصوير كان في لبنان. وشفت انا بس كنت بدي اسالك عن لقطه اللي هي قضيه الرسم، انك ترسم بعدين تيجي صوره نفسها مباشره لنفس الرسم اللي عم ترتسم. فكره مين كانت؟ هلا هاي فكره المخرج طبعا، اللي هو محمد الشهاب. المخرج محمد الشهاب حبيب القلب، بنوجه له تحيه برضه لمحمد الشهاب على الهواء مباشره. محمد كان فعلا رسم مباشر. كان رسام، وحتى هو بيطلع بفيديو كليب هو نفس الرسام اللي بيرسمني. هلا كفكره كانت انه انت بتصور كمشاهد، بتطلع من مشهد قاعد لمشهد عن طريق الرسمه. فكره حلوه ولذيذه خفيفه يعني، وان شاء الله تكون موفقه يعني. يا عيني يا عيني. كل التصوير في لبنان؟ كان في بيروت، يعني هي منطقه بين بيروت وصيدا هيك زي. حلو كتير يعني. انت وين نازل تحت على الجنوب، هناك المنطقه ديك. طيب محمد، الاحساس من يا ريتني طيارك، شو الاحساس اللي كنت حابب توصله او وصل لك وانت عم بتأدي فيها؟ شو حسيت؟ هلا انه انت دائما انه كيف احكي لك، لما تطلع انت الطياره، اوكي، لما انت تكون انت قاعد في الطياره، كثير سافرت وكلنا وكثير ناس تسافر، لما تكون قاعد بالطياره تطلع من شباك الطياره وتطلع تحت، شو بتشوف؟ ما بتشوف بيوت هالقد كبيره، بتشوف كل شيء تحت، فاهم كيف؟ فبتعطيها نظره عامه هيك على كل شيء، فنفسك تشوف كل شيء. خلص نفسك انت تكون فوق، تعمل هيك زوم اوت، تشوف شيء من زوم اوت حلو. طيب يا حبيبي محمد، احنا برضو حنطلع لفاصل ومن بعده نواصل، فابقوا معنا. حكينا طيور الجنة، صوتك أحلى عالهوى سوا. هذا البرنامج برعاية سانتوب. نقدم لكم الفائزين بمسابقة سانتوب نجوم العام 2011. الفائز من المنطقة الوسطى، الفائز من المنطقة الشمالية، الفائز من المنطقة الشرقية، الفائز من المنطقة الغربية، الفائز من المنطقة الجنوبية. السيد سانتوب يأخذ أصدقائه الجدد في رحلة المغامرات والمرح. مبروك للفائزين. مع السيد سانتوب المرح لا ينتهي. حكينا طيور الجنة، صوتك أحلى عالهوى سوا. ويا هلا فيكم من جديد ومرحبا. مو فقط احنا حنلعب الألعاب الشعبية، لا وكمان حنعمل الألعاب الشعبية. اليوم عندنا لعبة شعبية كتير حلوة، وكتير يعني الآباء والأكبر سنا من اللي عم بيتابعونا هلا، طبعا فيهم ما شاء الله آباء كتار عم بيتابعونا، بتذكروها لعبة
الزر والخيط. ايش الزر والخيط؟ هذا الزر، زر اللي هو الزر، وهذا اللي هو الخيط. تمام. ابراهيم، الزر والخيط هي لعبه متاكد ولا انت بدك الزر؟ هلا انا الحمد لله بلوزتي كلها تمام. براء انت وين؟ ناقصني الزر هون. ناقصك زر؟ هلا ان شاء الله اول ما نخلص. بس اللون بدي اياه بني. الله يخليك. في عندنا بني، هي تفضل. في اسود عندنا. تمام. براء لعبه الزر والخيط حتشرح لك عنها ديما، عشان تعرف انه ديما كمان شعبيه من ايام زمان زمان موجوده، بس بدات تتطور وتلعب بلاي ستيشن. تفضل يا ديما. ايش لعبه الزر والخيط؟ بتجيب خيط. بتجيب خيط. بنطلع ما شاء وين الله. بتجيبه طيب؟ من الكرة الأرضية. خياط. بتجيب الخيط ونجيب زر. تمام. بنجيب الخيط، اذا احنا بحاجه الى خيط وزر. وزر. هدول الشغلتين موجودات في كل بيت. هلا بامكان كل حبايبنا الحلوين اللي عم بيتابعونا مباشره يركضوا على علبه الخيطان والازرار ويجيبوها. اسمها لعبه فرارة الخيط. فرارة الخيط هذه هلا بتشوف كيف حتفور معنا من خلال الزر. طيب ايوه يا ديما. بنجيب الزر ومندخل الخيط جوا. المصح بيكون جوا الزر 4 خزق. طيب. أربعة نعم صح يا ديما. الخيط جوا خزقة من خزقة. على الكاميرا 3 يا ديما. تفضلي. هلا براءة، انت كيف انت وتدخيل الخيطان في الازرار؟ والله انا ما كثير شاطر بالخياطه بصراحه. يعني هذا يعني مبتدئ جزء من الاختبارات اللي بيسووها للي بيروحوا يتزوجوا يا براء. الله يخلي الوالده والله. ما شاء الله يحفظ لك اياها، اكيد هي الادرى. بس لو المايك حتى معك. ابونا الله يخلي الوالده هي اللي بتخيط لي بصراحه، يعني انا استغني عنها. بنوجه لها تحيه هي والوالد الحبيب الدكتور محمد عويد. نعم. برضه له احلى ان شاء الله بصير دكتور يا سيدي. دكتور علم ولا ايش طب؟ نعم الله يسلمك. طيب حاضر. هلا ديما انت عم بدخلي زي ما قالت لكم ديما الشرح السريع لها انه لازم تدخل الخيط في فتحتين من فتحات الزر متعاكسات. تمام، مش بجنب بعض، متعاكسات. على الكاميرا 3 يا ديما كل الشرح. على الكاميرا 3. احنا دخلنا من الاولى. هندخل كمان واحده من الجهه اللي الثانيه. لازم كم زر؟ لازم بغض النظر. هلا هي الاصل تكون لزر واحد يا براء، بس انت ممكن تكون عندك 3 4 وبعد ما تكملهم بيكونوا بهالشكل هاد. هلا ديما هي عم تشتغل، بس انا حتى اعطيكم الخلاصه. معنا كاميرا 3. اوكي. هلا بهالشكل حتكون الازرار دخلت كلياتها في داخل هذا الخيط. شايفين كيف؟ باثنين عكس بعض حيكونوا. تمام. بعد ما نكونهم كيف حنكون اللعبه اللي حنلعب فيها بهالشكل. حنحركها. اوكي. ونفتح عاد. تبدا الازرار باللعب مره ثانيه. تحرك 1 2 3 4 والازرار بتصير هي لحالها زي ما بقولوا تدور وتلف يا براء. هذه تعرف انها بتريح الاعصاب. في ناس بيكونوا كثير متوترين، احيانا بيكون معهم مسبحه او شيء معين او مفاتيح بيصيروا يلعبوا فيها صح؟ حتى يريحوا اعصابهم. فهاي لعبه لتريح الاعصاب. اول اتصال لك يا براء مع اسماء من ليبيا. تفضل خلينا نشوف كيف حتستقبل اسماء من ليبيا. كاميرا 1. يا هلا والله يا اسماء. سلم. السلام عليكم يا اسماء. اسماء. ايوه يا اسماء تفضلي. الو. يا هلا والله. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا اسماء؟ اهلين. اهلا وسهلا فيكي. سؤال حلقة. ديما عم تسألك تقول لك سؤال الحلقة طبعا. الحمد لله. سؤال حلقتنا بتكلم عن أي نوع من الأنواع التالية ليس من الفواكه. بنحكي عن البرتقال والطماطم والسبانخ والموز. مين فيهم مش من الفواكه؟ اوكي يا اسماء، سمعتي السؤال؟ والله براء انك ما شاء الله يعني ذكي في الهروب من المواقف. اي نوع من هذه الانواع ليس من الفواكه؟ البرتقال ولا السبانخ ولا الطماطم ولا الموز؟ ولا الموز. طبعا الموز فيه الفوز. معروفه يعني. الله يجزيك الخير. طبعا الله يكرمك. السبانخ ان شاء الله تكون الاجابه الصحيحه وراح تربح معنا جائزه النينتندو دي اس لايت المقدمه من سانتوب. ان شاء الله يا رب تكون من الفائزين. طيب نشكرك يا تفضلي يا اسماء. اختي بدها تكلمكم. يلا تفضلي، خليها تفضل معنا ما في اشكال. السلام عليكم يا اخت اسماء. مين معانا؟ الو. تفضلي مين معانا؟ ايش اسمك انت يا اموره؟ الو. اتوقع انه اسمك تفضلي. اعطوني ليد. اعطيك لين عم تعمل بالحبل والخيط. تفضلي يا لين. الو. اسمع.
لا أخت أسماء هذه. على ون يا لينو. كيف حالك يا لين؟ الحمد لله. أنا اسمي هدى. اسمك هدى، اسمها هدى. تسلم يا هدى. قولي لها كيف حتعرف تعمل لعبة فرارة الخيط ولا لا؟ حتعرفي تعملي. أحبك يا لين. نعم. قولي لها حتعملي فرارة الخيط ولا لا؟ حتعملي فرارة الخيط. بتقول لك أنا بحبك يا لين. وأنا كمان بحبك. خذيها. بدك ديما تفضلي يلا بس سريعا لأنه أريج تأخرنا عليها من السعودية. تفضلي يا هدى. السلام عليكم. ديما على ون يا ديما. السلام عليكم. ثواني. وين اللعب الموضوع؟ مين؟ يلا يا هدى. هدى. وين اللي؟ طيب نشكر اتصالك صديقتنا وريما من السعودية. تفضلي مع ديما يا لا عفوا مع البراء يا ريما. ألو. يا هلا والله. يا هلا والله. أهلا، ممكن أكلم ديما؟ يلا تفضلي معاكي ديما. السلام عليكم. هلا ديما، كيفك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله، شو أخبارك؟ منيحة؟ الحمد لله. اسأليها سؤال الحلقة واسأليها عن لعبة الحلقة. بدي أسألك سؤال الحلقة، أي من الأنواع الآتية مش من الفواكه؟ طماطم ولا السبانخ بتقول لك إن شاء الله الإجابة صحيحة. إجابة هي إجابة صحيحة. عجبتك لعبة الخيط الزر والخيط؟ شي طبعا حلوة. خطير. ديومة. نعم. عندك كليب جديد انت تسويه؟ عندك كليب؟ عندها ديما كليب واحد بس. يا ايش اسمك صديقتنا انت؟ ذكرني يا اسماعيل. يا ريما هو ديما. كليب واحد بس لا ديما؟ كليبين. ديما إلها مجموعة كليبات، ولين إلها مجموعة كليبات، وعمر ومحمد والبراء وعصومي ووليد وجنى كلهم بلا استثناء لهم مجموعة كليبات إلا أنا. يلا لعله خير إن شاء الله. نشكرك يا صديقتنا من السعودية ونرحب برحاب من ليبيا. السلام عليكم يا رحاب. وعليكم السلام. كيف حالك يا رحاب؟ إن شاء الله تمام. الحمد لله. صراحة يا رحاب أنا عجبتني هذه اللعبة فلذلك يعني أنا مبسوط عليها واليوم إن شاء الله حاخذها معي للبيت وأبدأ ألعب فيها. عم إبراهيم. نعم يا رحاب. نعم يا رحاب تفضلي. رحاب تفضلي. نقول شعر. يلا تفضلي قولي مثل ما بدك. عم إبراهيم السلاوي اللي واثق بحاله يستقبل اتصالاته بفرحته وابتساماته. الله يسعدك يا رب. خالد أرجع من الفرسان وكلمته بيقولها صدق وحنان. وعمر الصعيدي يغني الأطفال وصوته يروي العطشان. محمد بشار صوته اللؤلؤة والمرجان. وعصومي ووليد أحلى أخوان خذهم يا كريم يا فتار. تمام. وجنى بنت مقداد الذي ضحكتها بتملي الدار تعيش لين الأمورة شمعة طاوية في الدار بتألقها طيور جنة مثل الأنوار. يا رغود الوزاني أحلى فراشة في البستان كلمتها يا سلام.